السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كيف كتشوفوا مع وصفة جديدة غادي نحضر معكم واحد المسمنة اللي كتكون عامرة باللوز. كتجي على هذا الشكل هذا، راه كتجي مقرمشة وكتجي بنينة بزاف الصراحة. يعني الا ذقتوها اكيد غادي ما غاديش تبقى تخدعكم. وغادي نبداو على بركة الله. يعني بلا ما نطول عليكم، غير هي ما تنسوش الى عجبكم الفيديو بطبيعة الحال ما تنسونيش من لي لايك ولي بارطاج مع الاهل والاحباب والناس اللي ما مشاركينش. كنتمنى انكم تشاركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. هنا كيف كتشوفي تشوفوا عندي واحد الكميه ديال الدقيق الفورس، ونصف الكميه ديالو ديال دقيق القمح. يعني الا درتو جوج بانيات ديال الفورس غديروا وحده ديال القمح. عندي هنايا واحد شويه ديال الملحه، يعني باش غادي نملح العجين ديالي. وهنايا عندي واحد الملعقه ديال العسل اللي ضفتها على هذا الشكل هذا. صافي، وغادي نمشي نعجن العجينه ديالي بالماء يكون فاتر، يعني ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد بزاف. صافي، هنا من بعد ما عجنت العجينه فانا غادي ندلكها واحد شويه على هذا الشكل هذا. يمكن لكم يعني تعجنوها عادي في القصريه، انا استعملت العجانه. وهنايا كنجمع فيها بهذا الشكل هذا، وغادي نجمعها ونخليها حتى ترتاح مزيان. بالنسبه لهاد الكميه انا اللي درت، يمكن لكم دير لكم سمنه كبيره اذا بغيتوها تجي يعني في السمك ديالها غليظه. انا غادي نخرج منها جوج ديال المسمنات. انا كتعجبني انها تكون رقيقه حيت كتبقى مقرمشه بزاف وكتجي بطبيعه الحال بنينه. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما جمعت العجين على هذا الشكل هذا، غادي نجيب هذا الاناء وغادي ندهنه بشويه ديال الزيت، وغادي نحط فيه العجين وغادي نخليها ترتاح. قد ما ارتاحت قد ما طاعت وعطات هذاك الجلوتين اللي فيها وجات يعني مزيانه، تطلق لكم بسهوله. هنا غطيتها وخليتها على جنب. وهنا غنبداو نشكلوا كويرات. الكرات خاصهم يكونوا صغار شويه، يعني ما يكونوش كبار. عادي يعني نشكلوا العجين عادي. وهنا من بعد ما كملنا التشكيل ديال العجين غادي ندهنها بشويه ديال الزيت وغادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح، يعني واحد 10 ديال الدقائق حتى لربع ساعه. هنايا عندي واحد الكميه ديال اللوز اللي كيكون محمر ومهرمش على هذه الطريقه هذه، وعندي واحد الكميه ديال الكوك اللي حمرته في المقله غير شويه، ما عندكم يتحرق لكم، يعني غير شويه يتحمر وياخذ هذاك اللون الذهبي. صافي، غادي نخلط هذاك اللوز مع مع هذاك الكوك اللي محمر. هنا لكم الاختيار، اللي ما كيبغيش يعني النسمه ديال الكوك فيمكن ليه يستغنى عليها ويدير غير اللوز فقط. يمكن لكم ديروا كاوكاو اولا اللي بغيتو. هنا عندي واحد الملعقه ديال السكر السنيده اللي ضفتها، وغادي نخلط هاد المكونات، ما غادي نزيد عليهم حتى شي حاجه تانية. يعني بحال القرفه اولا شي حاجه لا، يعني صافي. كيف كتشوفوا صافي ضفت عليهم غير هذاك السكر باش من يطيبوا يعطيو هذيك التعليكه الوسط. صافي، وهنايا عندي واحد الكميه ديال الزبده اللي كندوبها، يعني ما نخلوهاش تذوب يعني كامله،
يعني ضروري يبقوا فيها هذوك طروفه ديال الزبده. وعندي هنايا واحد الكميه ديال الزيت العاديه باش غادي نطلق العجين ديالي. صافي غادي نجيبو اول كره على هذا الشكل هذا، غادي نطلقوها بهذه الطريقه هذه عادي. كيف كتشوفوا العجينه راه يعني كتطلق بسهوله. غادي نبقاو نقرصوا فيها هكا حتى كتورق مزيان. وصافي هنايا اول حاجه غنديرو غادي نديرو واحد شويه ديال الزبده، وغادي نبداو. هنا راه نسيت ما درتش الزبده هي الاولى ماشي مشكل، درت غير هذيك العماره بهذه الطريقه هذه، يعني غير كندردروها بهذه الطريقه. وغادي نجيب جراره ديال البيتزا وغادي نبدا يعني تنقطع بهذه الطريقه هذه، ولكن الوسط كنخليه مجموع، كنقطع ل4 ومن بعد بحال كنقطع البيتزا، ولكن الوسط كنخليه واحد ليسباس اولا دائره اللي ما تنقطعوش وما تنوصلش ليه بالجراره بهذه الطريقه هذه. صافي وغادي نبدا نجمع الجناب على هذه الطريقه، وانا كندير في شويه ديال الزبده يعني باش تورق ليا هذيك العجين. يمكن لكم ديروا هكا، يمكن لكم تجيبوا كل طرف والمقابل ديالو. هذه غير الاولى يعني ماشي مشكل كيف ما درتوا ليها، فهي غتجي غير الوسط، ما غاديش تبان اولا ما غاديش تشد لكم هذيك لا فورم. يعني الثانيه هي اللي خاصكم تقادوها باش تمشيو عليها. بالنسبه لهذاك العجين كان زيد، اضطريت انني نحيدو باش ما يعني ما يخسرش ليا هذيك المسمنه بالتورق من الوسط. صافي غادي نستمر بحال هكا، وانا صافي كملت. غادي نجيب دابا يعني الحبه الثانيه. هنا كنحاول نجمع دوك الجناب اللي شيطيني باش تكون ليا هذيك الدائره اللي غادي نخدم عليها. هذه الطريقه الاولى، ومازال غادي نوريكم الطريقه الثانيه. يمكن لكم ديروا غير مسمنه مربعه عاديه وتبداو تخدموا عليها حتى كتولي على شكل دائري. هنا غنجيبوا الحبه الثانيه على هذا الشكل وغادي نطلقوها يعني بنفس الطريقه. هنا من بعد ما طلقناها كندهنوها بشويه ديال الزبده وتنرشوا يعني الخليط اولا العماره، وكنضيفوا يعني هذيك الاولى اللي صيبنا وتنقطعوا بنفس الطريقه بالجراره وتنبقاو نجمعوا يعني كل جهه بالمقابله ديالها بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا الجميع ديالها. وغادي نستمر على هذه الكيفيه يعني حتى غادي نكمل السمك ديال هذيك المسمنه اللي بغيت. يعني بغيتها تكون رقيقه اولا تكون عامره. انايا درتها هنايا رقيقه كيف شفتوا معايا في اول الفيديو. هنايا تقريبا درت شي 8 ديال الكرات ديال العجين. يعني الا بغيتوا تجيكم شويه غليظه يمكن لكم يعني ديروا يعني الضعف ديال هاد الكميه هذه. انا هاد الكميه راه كافيكم انكم دير لكم سمنه تكون غليظه، غير انا قسمتها على زوج كيف قلت لكم حيت انا تنبغيها تكون رقيقه حيت كتجي بنينه اكثر. صافي غادي نستمر. هذه الاخرى كيف كتشوفوا ما درتش فيها اللوز يعني غير باش نجمع بها بهذه الطريقه. صافي كملت. وهنايا بالنسبه للثانيه كيف قلت لكم بالنسبه للثانيه الطريقه يعني غادي نديرها على شكل مربع عادي يعني مسمن عادي كيف كنديرو المسمن، وانا تنفرق
بهذيك العماره ديال اللوز الكوك. والثانيه غادي نطلقها حتى هي عادي، ولكن ملي غادي نجيب هذاك المربع ديال المسمنه فغادي نحاول انني نرجع للطريقه الاولى. كنقطع بالجراره ديال البيتزا وانا كنجمع الاطراف بحال هكا. غادي نحاول غنبقى هكا حتى نكونها على شكل دائري بهذه الطريقه هذه. وصافي هنا كيف كتشوفوا من بعد ما كملت هذوك المسمنه ديالي غادي نغطيهم وغادي نخليهم حتى يطوعوا. هنا غادي نجيب المول اللي غادي ندهنه بشويه ديال الزيت. من الاحسن يكون مول دائري باش يشد لكم هذيك لا فورم، او لا يمكن لكم ديروه مباشره في اللاطه وتقرصوها يعني بحال كيف كديروا الخبز وتقادوا ليها الجناب ديالها باش تجي مفينيه. صافي هنا كيف كتشوفوا غادي نبدا يعني نقطع عفوا غادي نبدا نقرص. على فكره هذا المسمن راه ما تيجيش يعني مفشفش وهكا، حيت معمر غير باللوز ضروري كتجي فيه هذيك التعليكه الوسط وكيجي مقرمش من على برا. صراحه كيجي فيه واحد المذاق زوين بزاف، يعني اللي داقه يقول لك راك شاريها من الباتيسري. صراحه كتجي زوينه بزاف. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما قرصت فالفرن سخناه على 180 درجه من الفوق لتحت. غادي ندخلها للفرن 180 حتى 160، يعني ما تزيدوش في الحراره باش يعني تاخذ حقها في الطياب وتاخذ هذاك اللون المحمر من الفوق وتجي يعني مورقه من الداخل وفي نفس الوقت مقرمشه. هنا عندي صفر ديال البيض وغادي نضيف عليه شويه ديال الفاني وغادي ندهن به هاد المسمنه ديالي وغادي ندخلها للفران. بالنسبه للثانيه انايا خليتها في الكونجيلاتور، يعني الا بغيتو تحتفظوا بها مده طويله فانا قرصتها عادي في واحد المول وكنغلفها وتندخلها الكونجيلاتور حتى كتشد مزيان. سمحوا لي راني ضربني البرد حتى كتشد راسها مزيان. صافي وتنديروها في شي بلاستيكه وتنخلوها في الكونجيلاتور حتى الوقت اللي كنبغوها كندخلوها. يعني غير كنجبدوها كندهنوها بالبيض وتندخلوها مباشره للفرن اللي كيكون على 150 درجه حتى كتطلق مزيان. عاد باش كنزيدو في الدرجه ديال 180 وتنخلوها تحمر. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما دهنت هذيك المسمنه فغادي ندخلها دابا للفرن كيف قلت حتى تطيب ونتلاقاو. وهذه بالنسبه اللي قلت لكم غنديرها في الكونجيلاتور فقرصتها وغطيتها ببلاستيك وغادي ندخلها حتى كتجمد. هنا من بعد ما طابت ليا المسمنه كتجي على هذا الشكل هذا غادي ندهنها وهي سخونه بشويه ديال العسل من الفوق. يمكن لكم تزينوها باش ما بغيتو، يمكن لكم تستعملوا الكراميل، يمكن لكم تستعملوا الكونفيتور. انا هنايا درت العسل وهي سخونه باش هذاك العسل يعني يذوب ويتشرب في هذيك المسمنه. وهنا غادي نجيب شويه ديال اللوز افيلي اللي غنزين به. التزيين كيبقى اختياري، يمكن لكم ديروا اللوز مهرمش كاوكاو مهرمش على حساب نتوما باش عمرتو باش غادي تزينوا. صافي كنوضعوا على هذاك العسل باش يشد وغادي ندخلها واحد 5 دقائق للفران اللي كيكون مشعل غير من الفوق باش يتحمر ليا هذاك اللوز ويتعلق مع هذاك العسل ويشد مزيان، يعني ما يبقاش يطيح من على المسمنه. وغادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها كيف كتجي. هذا هو الشكل النهائي ديال المسمنه، كتجي على هذا الشكل هذا من بعد ما
تحمر لينا هذاك اللوز ايفيلي من الفوق. هنا واحد كاضافه يمكن لكم تدردروا عليها شويه ديال السكر ثقيل الا بغيتو تزيدوا في التزيين. انا اكتفيت غير بهذا الشكل هذا، كتجي معلكه من الداخل وكتجي هشيشه هشيشه بزاف ومقرمشه من على برا. صراحه كتجي زوينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها بطبيعه الحال. الا عجباتكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وتخلوا الراي ديالكم في التعاليق.